يا مساء الفل، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نظبط الحاجه كده من على بيات. هعمل دي واحطها له في التلاجة. نظبط بقى الحاجه بتاعت اللانش بوكس، نشوف هنحط ايه بكره ان شاء الله. قلت لكم ان في هنا واحده وقعت، فانا ما حطيتش غيرها لسه بصراحه. ده هيموتني اصلا لو عرف انها وقعت. عايزين بقى ايه نركب بتاع دي. احطها له بقى في التلاجة من بالليل عشان تبقى ساقعه اهي. اقفل بقى اللانش بوكس ده. هنعمل بقى ان شاء الله مع بعض الصبح اللانش بوكس. وانا سايباه يتصفى من امبارح من ساعه ما انا ايه عملته معاكم. فلسه بقى هنشوف الدنيا فيها ايه. عايزه افرط له رمان. بصوا انا كنت هعمل له رمان، بصراحه كسلت لان الوقت اتاخر ولسه عندي نشير وشويه حاجات كده، فهغسل له شويه العنب دول. هنقعهم شويه في ميه وخل واغسلهم واجيلكوا تاني. فبحاول اجهز اللي هقدر اجهزه من بالليل. هطلع العيش فينه من الفريزر، احطه في التلاجة عشان يفك. وهجهز الخيار اللي هعمله والفلفل وكده، هجهزه معاكم برضو. غسلت بقى الخيارة اللي هقطعها الصبح والفلفلاية. انا خلاص مليت له دي اهي. حطيت له فيها كاتشب، هحطها له برضو معاه في اللانش بوكس. والصبح هنا هحط له كوكيز، ممكن ابقى احط دي بقى هنا. هنشوف بقى الصبح هنعمل ايه. دلوقتي بقى احط اللانش بوكس في التلاجة. اسمه ايه ده، الزبادو ده بطعم المانجا، والميه بتاعته عشان تسقع. اشوفكم بقى ان شاء الله بكره الصبح واحنا بنعمل اللانش بوكس مع بعض. هنا بقى ده كان تاني يوم الصبح. طبعا صاحيين بدري وقايمين مش شايفين قدامنا، صاحيين الساعة 6. قمت بقى جريت على المطبخ كده عشان احضر اللانش بوكس. مسلم بقى دخل الحمام، وكنت محضره له هدومه من بالليل، محضره له كل ادواته. دخل الحمام وخرج لبس على ما انا عملت اللانش بوكس. عملت له بقى، قطعت له خيار. بصوا هنا كنت كاتباله ورقه عشان لما يفتح اللانش بوكس يشوفها. كاتباله فيها بحبك يا احلى دودو في العالم. بيقول لي معرفتش اقراها، مش عارفه ليه، ان انا اكيد خطي وحش. عملت بقى، قطعت خيار وفلفل وحمرت له كده قطعتين ستريبس. هو كان قايل لي ان هو اول يوم مدرسه نفسه ياخد سندوتشات ستريبس معاه كده، فحمرت له قطعتين ستريبس. هعمل له سندوتش واحد. هقسمه نصين لان طبعا الرغيف كبير فمش هيعرف ياكله كله. ف بعد ما قطعت الاستربسية التانية دي، لقيتها، حسيتها ان الناحية التانية دي طرية من جوا، فحطيتها في الزيت ثانية كده، طلعتها على طول. عملت له بقى السندوتش، حطيت له فيه خيار وستريبس وهقسمه له نصين. وانا حاطه له اصلا الكاتشب لما يجي ياكل بقى يحط. عايزه اقول لكم بقى على حته موقف سليم عمله. انا عملت له سندوتش واحد بس اللي هو نص حلاوه بريد بالشوكليت. بيقول لي انا فتحتها ومعرفش فكرتها الستريبس، فحطيت عليها كاتشب على الشوكليت. معرفش ازاي يعني، فكرها ستريبس ازاي يعني. بيقول لي ما خدتش بالي، والدرجه دي ما كانش مركز. المهم انا عملت له اتنين ستريبس على خيار، وعملت له واحد بس شوكليت، والنص التاني ده عملته له يفطر بيه قبل ما ينزل. لان طبعا ما عادش فيه زي الاول، بقى الاكل في البريك بس، والبريك بعد الحصه الرابعه تقريبا. فعشان ما يجوعش وكده عملت له نص فطر بيه قبل ما ينزل. وحطيت له بقى الورقه، وحطيت القطعه اللي بتبقى فوق دي، حطها له برده فيها باقي الخياره، وقطعت له قرن فلفل. بس هو الحمد لله ما كلهمش. ابني بياخد اللانش بوكس بيرجع بالخيار والفاكهه والخضار يعني عموما.
والعنب ده برضو ما اتاكلش. الخضار بيقول لي لانش بوكس وقع مني على الارض، فالخضار وقع فعرفت اكله. حطيت له برضو كوكيزايه وعملت له فشار. كان عايز اول يوم ياخد معاه فشار ويوزع على زمايله وكده، فعملت له شويه الصبح وحطيتهم له في كيس تلاجة وربطته له ربطه خفيفه كده بحيث ان هو ايه يعرف يفتحه. وكنت سرقه له بيضه حطيتها له برضو في اللانش بوكس. ده برضو الكاتشب كنت ناسياه وهعمل له سندوتش اللي يفطر بيه. قولوا لي بقى في الكومنتات عملتوا سندوتشات ايه ولانش بوكس ايه اول يوم. ولو انتي لسه بتتفرجي عليا وما حطيتيش لايك حطي لايك واعملي سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. هنا بقى انا خلاص قشرت له البيضه، هحطها في المكان اللي تحت الكوكيز ده. احلى حاجه في اللانش بوكس ده ان هو مقسم تقسيمات كتير ومستغلين كل قطعه فيه. بقى خلاص الشنطه جهزت واللانش باج. احلى دودو تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. مين هيدخل براين مان؟ انت مش فرحان ليه كده؟ مش مبسوط ليه؟ لسه ما عرفش اقول. مستك تنام على نفسك عشان انت قعدت لحد الساعه 12 ما نمتش صح؟ يلا عشان اسرح شعرنا ونشوف عمو زمانه جه. يلا قول لهم باي. باي.